ماريان تشيس هي أول حد أسس العلاج بالحركة والرقص، وخاصة النوع اللي هو العلاج بالحركة والرقص التعبيري العلاقاتي اللي بيعتمد على العلاقة. ماريان تشيس هي أول حد عمل مجموعة علاج بالحركة والرقص داخل مستشفيات الصحة النفسية في الأربعينات من القرن الماضي في أمريكا. كانت بتشوف ماريان تشيس إنه تشوه صورة الجسم بيبقى جاي أساساً من الشعور بالاغتراب عن المجتمع وانفصال الشخص عن العالم الخارجي. علشان كده هي استخدمت العلاج بالحركة والرقص إن هي تدمج الشخص تاني داخل مجموعة، وحطت السلوجن أو الشعار بتاع مدرستها body among other bodies، يعني أجسامنا وسط أجسام أخرى. علشان كده ماريان تشيس قالت إن العلاج بالحركة والرقص أهم حاجة إنه يكون في مجموعات ليه إيقاع معين رزم، ومن خلال الإيقاع ده بيبتدي الشخص يندمج وسط المجموعة ويبتدي يستكشف تاني ويعيد إعادة صياغة قبوله لصورة جسمه، وبيبتدي يشوف صورة جسمه في صور أجسام الآخرين وفي قبول الآخرين ليه وفي حركتهم كلهم في تناغم وفي إيقاع. علشان كده العلاج بالحركة والرقص من أفضل أنواع العلاج اللي بتحسن صورة الجسم، واللي إحنا دايما بنوصي بيها وبنحب إن إحنا نتدخل بيها لما بيكون في تشوهات كبيرة في صورة الجسم.